عليكم الخوت، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. فشكرا لكم بزاف على الدعوات ديالكم، ولا يخطيكم علينا يا ربي. فاليوم جيناكم بفيديو جديد، كاين واحد الموضوع ان شاء الله غادي نشاركوه معكم. قبل ما ندخلوا في الفيديو نخلي ماما وبابا يسلموا ونكملوا معكم الفيديو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جديده وانتم عزاز وغاليين. وشكرا لكم على الدعاء ديال سليمان، شكرا لكم على الاوديوات اللي كديروا لي وكتسولوا في سليمان. الله يسول فيكم بالخير ويديركم اللي فيه الخير. الله يرحم والديكم. وهذا رمضان بغينا يدخل عليكم بالصحه وطول العمر وبالرزق ان شاء الله وبالشفاء يا ربي. والله ما صيقنا ما حكينا ما درنا حتى شي حاجه، حنا ملايين مع سليمان. والبارح قالت لي بنتي ماما راه قالك دوزي على الطبيب ديال الريه. مشيت لسيدي سليمان قلبت في المدينه قال لي ما كاينش طبيب اختصاصي، خصك تمشي لقنيطره. دابا هو من جا قال لي ديني عند سعيد دوزي ليا، دكتور سعيد كيدير الراديون. غندي دابا انا محرجه جيت من المدينه، دابا غنرجعو ندي ندوز له ان شاء الله عند سعيد ونتوكلوا على الله. وكنتمنى الشفاء من عند الله وكنتمنى الدواء من عند الله. ونخلي لكم الجوج ديال سليمان يقول لكم شي كاين. سلام سليمان. السلام عليكم اخوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وانتم عزاز وغاليين، ودعوا معايا بالشفاء وزيدوا تدعوا معايا، وراه كنحتاجكم في الدعوات ديالكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. راه كيدعيو معاك بابا الناس في الكومونتيرات ولا في الواتساب. شكرا لكم بزاف واقفين معانا، وحنا في هذه الوقيته اقسم بالله العلي العظيم الا محتاجين لكم بزاف انكم تكونوا معنا. قدر يورينا شي طبيب اولا شي دواء اولا اي حاجه. فالكومنتات اللي تلقيناهم البارح هو اللي دايرين عليهم اليوم هذا الفيديو، انا غنقراهم عليكم وديك الساعه ان شاء الله يكون خير. خليكم معنا. الله يخليكم لينا خوتي. رانا دخلت قالت لي بنتي ماما راه دايره لك كومونتيرات على بابا على الدواء وداك الشيء. كنتمنى الله يجعل ربي يجيب الشفاء امين، ونلقاو شي طبيب ان شاء الله ولا شي دواء ولا شي حاجه نلقاو على السبب هو الله. ورانا واخا تمشي للطبيب وكندير سكانيرات والراديونات والدويات رانا دايره يقيني في الله، كنطلب الشفاء من عند الله يا رب. السليمان والمسلمين كاملين اللي مرض الله يجعل ربي يشافيهم في هذا رمضان ان شاء الله يا رب. اول كومونتير كان هو اختي الا بغيتي العلاج الطبيعي راه عندنا حالات السرطان الحمد لله الشفاء يعني تشافاو المرضى والطبيب تفاجئ من النتيجه. تواصلي معايا يعني زعما هذيك كانت عندها علاج طبيعي يعني يمكن شي حشوب ولا شي حاجه، قالت لك دازوا عندهم حالات وبراو. الا بغيتيهم تواصلي معايا. صيفط لي اختي النمره وديال التليفون وكان شي حاجه نديرها. إن انا شاء ما كرهتش، الله. انا ما كنبغيش نعطي العشوب ديال المسلمين حيت يقولك عنده الكلاوي كيصفي. ما تعطيش العشوب، على ما كنعطيوش العشوب متبع الدواء ديال الطبيب. ونتمنى لو كان شي عسميتو الاعشاب هو دواء مخدوم نديروه له ان شاء الله يا ربي. لقد يشربوا نشريه له ونديروه له ان شاء الله يا ربي. ثاني كومونتير اللي كاين هو السلام اختي، راه كاين واحد الشركه تما في المغرب كتبيع الدواء ديال اي مرض. خذي النمره وصوني وكوموندي دواء باباك. راه الناس كانت مريضه اكثر منه وبراو شراو الدواء من الشركه، وانا كنت ما كنسمعش وشريته من تما والحمد لله دابا بريت. راه واحد السيده كانت بحال باباك وشرات الدواء من الشركه. ولا بغيتي نصيفط لك النمره في الكومونتير. فاول حاجه الحمد لله من تشافيتي الله يشافي الجميع يا ربي. قالت لك كاين واحد الشركه هنا في المغرب كتبيع الدواء. واش الا كانت دي اكس ان ديجا خدينا لهم من عندهم الدواء، اولا كان شي شركه اخرى فخلينا اختي النمره. المهم النمره ديال ماما غتلقاوها في هذا الفيديو، باش اللي عنده اي معلومه او اللي يقدر يعاون باي حاجه هزوا النمره وتواصلوا معنا. مرحبا والف مرحبا، والاجر ديالكم غيكون مع الله سبحانه وتعالى. كومونتير اخر قالت لك اختي انا نقول لك شنو عند باباك. اختي ديه عند اطباء الجهاز التنفسي. اختي يقدر يكون واصل ليه المرض الرئه، فلا قدر الله ما شاء فعل ما عندنا من نديرو. ونتمنى ان شاء الله يكون خير يا ربي. باليو به والله يعطيكم الصبر وصافي اختي بلا ما تبقاوش خسروا فلوسكم في السكانيرات. باباك تأذت ليه الرئه، هي اللي دايره ليه الحريق في الكتاف. باليو به هاد الاطباء يبقاو يخسروا لكم فلوسكم. والتسخسيق شوفوا عند الطبيب عام الرئه والكبده التلفازه واش مزيانين، حيت هاد الحريق كيجي الناس بزاف اللي عندهم السرطان في الرئه والكتاف، حيت من الكتاف كيهود الرئه. والله يشافي والله يعطيكم الصبر المؤمنين والله يعطيه الشفاء النبي الله ايوب. اللهم امين يا رب. الله يرحم لكم الوالدين اختي والله يسهل عليكم. انا راه دايره فوق مجهودي، راه درت جوج سكانيرات ب 48,000 في السويسي. عطاوني في السويسي درتهم في كلينيك شيخ زايد، ودرت واحد في قنيطره ب 20,000. دوزت عند محسن طبيب عام
والدوايات من كندوز عاد هذا كيعطيني الدواء كندوز عاد هذا كيقول لك حبسي هاد الدواء، شي كيحبس الدواء شي يعني راه داكشي- الدواء ما نقول لكمش الدوايات 3 الدوايات عاد تيبداو تنحطهم. ودابا هي ان شاء الله انا هما غنبدا اللي ان شاء الله وليتهم- فاني ندوز له، ونتمنى إن شاء نلقاو الله. خير، ونتمنى ما يكونش قايس له الريه وما يكونش عنده داكشي في الريه. كنتمنى الله يجعل ربي يشافي ويعافي ويشافي كل من هو مسلم مريض، واللي ميت الله يرحمه. واش غنقول لكم، الله يجعل ربي يعطينا الصبر ويعطينا القوه، هادشي اللي كنطلب. وسمحوا لي اخوتي اللي مابقيتش كنبان في اليوتيوب، سمحوا لي الله يسهل عليكم، ولا كان شي حاجه فيدوني بها الله يجعل ربي يخلصكم من ان عند. شاء الله يا رب. يعني حنا فاش يلا تلاقينا غادي دوك الكومونتيرات قلتوا يعني تكون الريه نحيدوا الشك، حنا غادي نحيدوا الشك. اول حاجه هي الريه، دابا نديو عند الطبيب. المهم باش ما كان غنكملوا معكم منين غنجيو نكملوا معكم الفيديو ان شاء الله يا ربي. وهادشي اللي كان نتمناو خير ان شاء الله. كما تشوفوا غنوريكم يدي. بابا حط يدك هنايا، يعني هاد اليد هي ارى اليد الخربه، يعني ها هو راه باين الفرق باللي يعني هذه منفوخه عليه وهذه عاديه. هذه اللي مابقاش كيهزها وتقالت عليه. يلا نمشيو. المهم دابا غادي نديو هاد السكانيرات يشوفهم الطبيب، وباش ما كان ان شاء الله، ونتمناو خير والله يشافي يا ربي. وكما قلت لكم المزيد من الدعاء، الله يجازيكم بخير. خليكم معنا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله يا رب. يلا نمشيو. السلام عليكم، جيت نكمل معكم الفيديو اللي بديناه معكم البارح. فكنا بغينا نكمل معكم البارح، بالحق جينا معطلين من الطبيب، وكانوا هنا يجينا لقينا الجيران والعائله مجموعا، فما لقيناش كيفاش نديرو. فقلنا صافي خلينا الغدا ونكملوا، وغيتحط اليوم ان شاء الله يا ربي. فبابا ديناه دوزناه ودرنا يعني بحسب ديال الكومونتيرات اللي قلتوا ربما تكون مقياسه له الريه. ديناه على الطبيب ودوز له، فالحمد لله خرجت الريه ما قايسه حتى شي حاجه ومزيانه. يعني قالوا لي الريه عندك باقا مزيان. الكلاوي قالوا ماتوا، يعني ديجا كنا عارفينهم، يعني الريه مزيانه. فالحمد لله هذا خبر مفرح. وصافي خرج له واحد الدوايات على بدايه الحريق وداك الشيء اللي هما هادو. خرج له هذه وهذه ديال المعده. يعني قال لك اني غنشرب هذه الكينه وهذه، حيت دابا هذه تقريبا فيها 60 حبه، يعني شهرين هو يشرب فيها باش ما طيبلوش المعده او ما تضروش. بقى الكينه ديال المعده باش تبقى المعده في يعني تبقى في الصحه والسلام كما تيقولوا. فصافي هبطنا خدينا له غير هادشي هذا. والله العظيم الا 8000 ريال رد ليا منها 5 دراهم، وماشي مشكل. يعني الفلوس كتمشي وكتجي، وحنا اللي كنديروا الفلوس ماشي هي اللي كديرنا. فالمهم عندنا حنايا دابا هي الصحه ديال بابا، هو انه يتشافى ويبرد عليه هذا الحريق ويولي بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وربي ما يحرمنيش منه ويخلي ديك كلمه بابا في فمي ديما ان شاء الله يا ربي، حيت باقا محتاجاه بزاف وبزاف. فهادشي اللي كاين دابا يا كما كيقولوا هذيك كلمه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الحمد لله ربي عطانا واحد الصبر وواحد القوه باش نكونوا معاه، والحمد لله واقفين معاه، واقفه مع العائله الجيران كلشي واقف معاه، كلشي كيدعي معاه، كلشي كيسول عليه. واكيد حتى نتوما اللي وليتوا عائلتنا الثانيه واللي ما كنخبيو لكم حتى شي حاجه، فشكرا لكم بزاف على الدعوات. واللي باقي خالعنا دابا حنايا هو هاد الدرع اللي رقد ليه، يعني ما عرفناش شنو هو السبب. وهذا الحريق اللي كيبقى فيه النهار كامل والليل كامل، واخا الدوايات كاملين كياخذهم حتى شي دواء ما قر فيه حتى شي دواء ما هدلو شويه الحريق. والله البارح بايت فايق، كنتناوبوا عليه انا وماما. هي راه كتنعس، هي كنبقى فايقه معاه انا شويه، كنعس انا كتبقى فايقه معاه هي. حنا راه كنعسوا واحد الساعه ولا 2 سوايع كنتسالوا، هو مسكين ما كينعش الليل كامل، هو كيتحرك ويمسدوا ليه. وهذه تخيلوا هاد البلاصه هذه بحال ما كتنفخات وقصاحت، عاد بقات ماما كدهنها له بالزيت، تدهن ترطابت ورجعت كيف ما كانت. وصافي. وحاجه اخرى ولا كيبغي يدوش بزاف، يعني كيبغي يدوش 2 مرات او 3 في النهار. يقولك بغيت ندوي يوميا وكنبقاو معاه يلاه كندوشو له مره واحده في النهار. يعني ما كاينش نهار اللي يدوز وما يدوش. ما عرفناش. المهم انت تردوا علينا واش هاد التدواش مزيان له او لا. بصراحه ما عرفناش، ولكن كنديروا له خاطر وكنخليوه على خاطره. وغدا ان شاء الله نمشيو نديروا له داك الليريم، حيت فاش قلنا للطبيب البارح قلنا له راه عاطينا واحد الليريم باقي ما درناهلوش. قال لك واخا تعرفوا راسكم تكلفوا راسكم لاقصى درجه وديروا له الليريم، هو اللي غادي يبين لكم شنو كاين وغيبين لكم السرطان فين واصل. الليريم هو يشوف الا كان قايس له يعني داك العظم ديال السنسول، فما غاديش يدير الزرع النخاع. والا كان ما قايسولوش راه غادي يدير الزرع النخاع. ونتمنوا ان شاء الله خير، واللي جات مع الله مرحبا به، وربي قادر على كل شيء. وان شاء الله يا ربي غدا نسمعوا اخبار الخير. وباش ما كان حنا معاكم، فوالله العظيم كاينه بزاف ديال الفيديوهات، كاين ما يتشاف كاين ما يتصور،
ولكن الخاطر باش غتهز التليفون وتصور اولا باش نشاركوا معكم ما كاينش. خاطر ما بقاش عندنا داك الضحك، ما بقاش داك صافي كل واحد كتشوفيه كيبكي في جيب، خصوصا ملي كيبقى يتحرك بزاف كيشدو داك الحريق ديال الصح تيبقى يبكي. واخا كنعيا ما نصبروا ما نبينولوش، ولكن هو صافي باش تيبقى يبكي كلشي صافي تيبقى قدامه يبكي. فالحمد لله. ودابا يدو راه شفتوها في البارح كنت بينت عليكم، واللي عاوتاني زادت طبخت لواحد شويه وزادت حمارت ولات حمراء. هاد اليد هذيك كترعد البارح في الليل الدوخه، في الصباح برد له الطانسيون لقيت عنده 12. هادشي ما عرفناش وليت ما الله مرحبا بها. فانا حاجه وحيده اللي كنطلب من الله بغيتكم نتوما تطلبوها معايا، هو ان ربي يعطيه الصبر ويعطيه القوه. يعني اكثر واحد متضرر واكثر واحد متضرر في النفسيه ديالو وفي الذات ديالو فراه هو بابا. الله يشافيه ولا لا يحرمني منه يا ربي، ويشوفني كيف ما بغى ان شاء الله انا وخويا. والمزيد من الدعوات ديالكم، ورمضان مبارك سعيد. وغادي نديروا اللي في جهدنا، وغادي نحاولوا اننا نصوروا معكم في هذه الايام المباركه عند الله سبحانه وتعالى، نشاركوا معكم داكشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا، يعني نكونوا عن حسن الظن ديالكم وخفافين على قلوبكم. تلاقاو في فيديو الجاي، وبسلام عليكم خوت، راكم عزاز وغاليين.